اهلا وسهلا، انا دكتور احمد مصري، استشاري جراحه المناظير والسمنه. النهارده ضيفتي خديجه، بطله الحكايه. النهارده خديجه على فكره صغيره يا جماعه، 19 ولا 20؟ 20. كده لما كملنا ال عملت 20، عملنا واحنا عملنا 19. واحد 19. هي ما شاء الله ما شاء الله واصله الوزن حلو جدا. ممكن بقى احنا نحكي للناس التجربه بتاعتنا؟ اول حاجه انا بجد عايزه اشكر الدكتور، انه اول حاجه انا كنت جايه متوتره جدا، دي اول عمليه اعملها في حياتي، فهو مطمئن جدا جدا. آه يعني انا كنت جايه بخوف كبير قوي، هو طمني مع انه انا عارفه انه ده صعب ان حد يطمن حد. الرحله فرقت معايا جدا. ممكن الناس تقول لي يفرق في الشكل، بس لا، في الحركه، في كل حاجه يا جماعه. انا عارفه انه الخطوه ممكن تكون موتره لبعض الناس، بس اختياركم للدكتور مهم جدا. فانا يعني يمكن دي اكبر خطوه يعني صح عملتها في حياتي، انه مش بس العمليه، المتابعه بعد العمليه، كل حاجه معموله هنا صح. فبجد حابه اشكر الدكتور، حابه ربنا اشكر يخليكي. التيم. يعني هو مش بس الدكتور، في حاجات كتير قوي بتحصل. آه، تيم كبير جدا، انتوا يعني مش متخيلين، فبجد شكرا. تسلمي يا رب، انا ربنا حاسه ان انا يخليكي. فعلا ما كنتش في سني انا، يعني في حاجات كتير قوي انا ما كنتش متخيله ان انا مش عايشاها. انا عشتها بعد العمليه، فبجد انا مش مصدقه. انا كنت بتفرج على فيديوهات الناس قبل ما اعمل عمليه، وعارفه ان هي اللي خلتني ابقى واثقه ان انا اعمل عمليه. فانا بقول لكم بجد، لو حد هيزيتيتد او متوتر، لا، خدوا القرار، هيفرق جدا. كده كده الدكتور بيقول فعلا لو انت محتاج تعمل عمليه او لا. يعني لو الدكتور قال انت حالتك محتاجه، فهو بجد انت محتاج وهتفرق قوي. شكرا يا شكرا جدا خديجه، يا دكتور. شكرا ليكي، ربنا يخليكي، شكرا.